أهلا بيكم. في مواقف بتحصل في حياتنا كل يوم، مواقف عادية، لكن تخيل موقف واحد في يومك ممكن يغير حياتك للأبد. مستغرب صح؟ هقولك النهاردة 5 قصص حقيقية مؤثرة جدا هتغير يمكن نظرتك للحياة. سبحان الله، ربنا قادر في لحظة يغير كل شيء. كمل معايا الفيديو للآخر، ولو عجبك ما تنساش الاشتراك في القناة. القصة الأولى: في يوم من الأيام زوجة كانت على كرسي متحرك، لاحظت إن زوجها بيخرج كل يوم بالليل للجراج. كل شوية تسمع أصوات خبط ودق ومش عارفة إيه اللي بيعمله هناك. كان بيرد دايما عليها بابتسامة ويقول لها ما تقلقيش، مع إنهم كانوا بيحبوا بعض جدا وبيتشاركوا في كل حاجة، لكن سلوكه كان غامض جدا معاها، خلاها تقلق وتستغرب. فقررت إنها تراقبه وتشوف هو بيعمل إيه بالظبط. بداية القصة إنهم كانوا زوجين بيحبوا بعض جدا لحد ما حصلت حادثة غيرت حياتهم للأبد. كانوا راجعين من خروجة بالليل، كاوتش العربية فرقع والعربية اتقلبت بيهم. للأسف هي اتصابت إصابة شديدة وبقت مشلولة وقعدت على الكرسي المتحرك. أما جوزها والأولاد طلعوا بإصابات خفيفة. حياتها تحولت من حركة ومغامرة ونشاط لقيود على كرسي متحرك. حست بالحزن لأنها اتحرمت من الخروج والمشي في الطبيعة وإنها تستمتع بحياتها. جوزها لما شاف المعاناة اللي بتمر بيها قرر إنه يساعدها ويعمل أي حاجة علشان يفرحها ويرجع لها جزء من السعادة اللي فقدتها. لكنه ما قالهاش على خطته ولا بيفكر في ايه. كان عايز يفاجئها في الوقت المناسب بيوم عيد ميلادها ويفرحها. لمدة شهور كان بيشتغل في الجراج، يشتغل ويعدل ويصلح ويسهر الليل عشان يعمل حاجة مميزة ليها. وفي يوم هي ما قدرتش تصبر اكتر من كده، قررت انها تتابعه عشان تعرف بيعمل ايه بالظبط. وفي يوم وصلت لباب الجراج وفتحته بهدوء، شافت منظر خلاها في حالة ذهول. في نص الجراج كان في عربية مميزة مخصصة للأماكن الوعرة، شكلها مزيج من كرسي متحرك ودبابة. العربية دي جوزها عملها ليها عشان يخليها تعرف تروح رحلات الجبل والطبيعة تاني. ما قدرتش تمسك دموعها من الفرح، وعرفت قد ايه ان جوزها بيحبها وبيحاول يسعدها. براد جوزها قضى شهور في الجراج مضحي بالنوم والوقت والتعب عشان يصمم لها العربية دي ليها ويخليها تقدر تستمتع برحلات الطبيعة تاني. قال لها كنت عايزة ارجع لك الحاجة اللي انت بتحبيها. هي ما كانتش مصدقة الهدية الرائعة دي، لانها عارفة ان العربية دي مش مجرد وسيلة للمشي، لكنها رمز كبير لحب براد ليها اللي ملوش حدود عشان بس يشوفها سعيدة. القصة بقى ما انتهتش لحد هنا، لأن براد جوزها كان محارب قديم وتحمس أكتر لما شاف السعادة في عينيها، وبدأ إنه يصمم أجهزة مشابهة للمحاربين القدامى اللي اتصابوا في الخدمة، وقرر إنه يديهم فرحة يسترجعوا أوقاتهم وسعادتهم وحتى حريتهم اللي كانوا فاكرين إنهم فقدوها للأبد. العبرة من القصة مفيش أجمل من إنك تقدم السعادة للناس اللي انت بتحبهم، والأجمل لما تقدم المساعدة والدعم حتى للناس اللي ما تعرفهمش. القصة التانية هي قصة الولد الصغير وعامل التوصيل. طفل صغير بيجري عشان يودع عامل توصيل البيتزا بحضن، وبعدها الأم بتكتشف حاجة حزينة جدا. سيدة اسمها لينسي شيلي من ولاية رود آيلاند كانت فاكرة ان دي ليلة عادية، طلبت فيها بيتزا لأسرتها من مكانهم المفضل ويجد جود بيتزا. بعد ما عامل التوصيل سلمهم الأوردر حصلت حاجة غير متوقعة. ابنها اللي عنده 2 خرج من الباب فجأة وفتح دراعاته عشان يحضن عامل التوصيل. العامل طبعا اتفاجئ، لكنه بادل الطفل الحضن وتأثر جدا باللحظة الجميلة دي. اللحظة دي اتسجلت على كاميرا الباب عند لينسي، وفي نفس الليلة قررت انها تنزل الفيديو ده على السوشيال ميديا وتكتب تعليق جميل عشان تفرح الناس بالموقف ده. لكن اللي ما كانتش تعرفه وقتها ان الحضن البسيط ده كان ليه معنى اعمق بكتير بالنسبة لعامل التوصيل اللي اسمه ريان سيزون. بعد ما نشرت الفيديو اشتهر جدا، وصل لها رسالة من ريان نفسه اللي شاف الفيديو وطلب منها الإذن كمان انه ينزله على الفيسبوك. وبدافع الفضول منها دخلت لينسي على حساب ريان على الفيسبوك، وهناك اكتشفت حاجة مؤثرة جدا. قبل أسبوع واحد من الموقف ده ريان فقد بنته إليسا اللي عندها 16 سنة في حادثة مأساوية.
كان ريان عايش في حزن شديد. حضن الطفل الصغير ده جه في الوقت المناسب وخفف الحزن عن ريان بطريقة ما كانتش لينسي تتخيلها. بالنسبة لريان اللي كان بيحاول انه يتخطى الحزن العميق جواه على فراق بنته، الحضن البسيط ده كان زي رسالة عزا جت في وقت صعب جدا. حس ريان كأن روح بنته بعتت له الحضن ده في أكتر وقت هو محتاجه علشان تواسيه. القصة الثالثة هي قصة الزوج المخلص والزوجة المتوفاة. وبعد سنين بينكشف السر. راجل بيزرع أكتر من 6000 شجرة عشان يكرم ذكرى وفاة زوجته المتوفاة، وبعد 15 سنة الصور بتكشف السبب الحقيقي ورا اللي عمله. في منطقة ريفية في انجلترا كان في سر مستخبي جوه غابة كثيفة لمدة 15 سنة. محدش كان من السكان يعرف السر ده. واحد كان مخبي السر ده اسمه وينستون هاو. كان عنده مزرعة مساحتها 112 فدان، لكن لما طيار اكتشف السر ده الناس اتصدمت تماما. وينستون كان بيحب مراته جانيت من أول نظرة. اتجوزوا سنة 1962 وراحوا عاشوا في بيت جميل في الريف الإنجليزي. هناك خلفوا ابنهم. قضوا أكتر من 30 سنة حياة جميلة. كانت حياة جميلة جدا، لكن كل حاجة اتغيرت لما جانيت اتوفت فجأة وهي عندها 50 سنة بسبب كسور في القلب. وينستون طبعا اتكسر من جواه، فقد حب حياته وحس بحزن عميق. ورغم حزنه الشديد ده حب انه يكرم ذكرى وفاة جانيت بطريقة تخليها دايما عايشة في قلبه. قرر انه يزرع غابة قريبة من بيتهم ويعمل مكان خاص يقدر هو وابنه يلاقوا فيه السلام النفسي ويفتكروا جانيت. لكن وينستون كان عنده خطة أكبر بكتير قوي من مجرد زراعة شجر. الخطة دي محدش اكتشفها إلا بعد سنين. في الأشهر اللي بعد وفاة جانيت اشتغل وينستون بدون توقف وبدون راحة. زرع أكتر من 6000 شجرة بشكل معين واحتفظ بسر الخطة وما قالش لأي حد عن المعنى الحقيقي ورا الموضوع ده. والموضوع خد سنين عشان الصورة الكاملة تظهر. بعد 15 سنة طيار منطاد اسمه أندي كوليت كان بيطير فوق الريف ولاحظ حاجة عجيبة تحته. حاجة في وسط الغابة الكثيفة شدت انتباهه جدا، مقدرش يبطل يبص عليها. شاف شكل قلب ضخم من النباتات والأشجار. كان منبهر بالمنظر. أندي صور المشهد وكشف عن الهدية الجميلة اللي أهداها وينستون لمراته جانيت. اتضح ان وينستون زرع الشجرة على شكل قلب وخلى كمان القلب ده بزاوية معينة عشان حرف القلب يشير لبيت جانيت اللي كبرت فيه. وفي الربيع بتتفتح جوه القلب ده كمان ورد النرجس اللي بيدي لون مبهج للمنظر. كمان وينستون حط دكة في المساحة اللي على شكل قلب عشان تكون مكان هادي يقدر يقعد فيه هو وابنه يفتكروا جانيت. لما الناس عرفوا قصة وينستون اتأثروا جدا. الغابة اللي على شكل قلب بقت رمز الحب وينستون الأبدي لجانيت، وهو بيزور المكان كتير جدا وبيلاقي الراحة في المساحة الهادية اللي عملها ليها. القصة المؤثرة دي انتشرت وألهمت ناس كتير برسالة الحب والإخلاص. رغم ان جانيت ما بقتش موجودة معاه، إلا ان وينستون عارف ان التكريم اللي عمله ليها هيفضل موجود لأجيال جاية وطول العمر. القصة دي بتثبت لنا ان الحب الحقيقي والإخلاص مش بس في الحياة، ده حتى بعد الموت الحب الحقيقي بيفضل خالد مدى الحياة. القصة الرابعة موظفة في مطعم وافل هاوس اتفاجئت لما عملت حاجة في الشغل هتغير حياتها تماما. بنت اسمها إيفوني ويليامز عندها 18 سنة. حياتها كانت مليانة بمسؤوليات أكتر من سنها. كل وقت فراغها كانت بتقضيه في الشغل في مطعم وافل هاوس في تكساس. بتحاول توفر فلوس عشان حلمها انها تروح الجامعة. كانت بتشتغل شيفتات كتير وبتروح بالليل رجليها تعبانة من كتر الشغل. وفي يوم عادي جدا حصلت حاجة غير عادية. كانت إيفوني شغالة وما كانتش تعرف إنها تحت المراقبة. وكان في زبون دايم في المطعم ده اسمه أدريان شاربلر، عنده 78 سنة، راجل كبير بيعتمد دايما على اسطوانة الأكسجين. كان قاعد على ترابيزة في المطعم وبالنسبة له أبسط المهام بقت صعبة جدا عليه. عشان يقطع قطعة اللحم على طبقه بقت حاجة مش سهلة أبدا. بسرعة وبدون تفكير إيفوني قامت تساعده ووقفت كل حاجة كانت بتعملها وبدأت تقطع الأكل ليه قطع صغيرة. حركة بسيطة كان ممكن تعدي عادي ومحدش يحس بيها، لكن ده ما حصلش.
كانت في زبونة قريبة تانية شافت موقف إيفوني واتأثرت جدا، صورت الموقف ده ونزلت الصورة على السوشيال ميديا مع كلام شكر وامتنان للنادلة الشابة إيفوني. البوست ده انتشر بشكل واسع جدا وجاب آلاف المشاركات ووصل لناس كتير خارج المدينة الصغيرة. الناس اتأثرت بطيبة قلب إيفوني وبسرعة القصة خلتها مشهورة جدا. بعد كده حصلت مفاجأة غير متوقعة وسط الكاميرات والشهرة. إيفوني تقدم لها منحة دراسية قيمتها 116 ألف دولار من جامعة جنوب تكساس، مبلغ يغطي مصاريف الجامعة اللي كانت بتشتغل ليل نهار عشان توفرها. لكن دي ما كانتش برضو نهاية القصة. عشان طيبة قلبها مدينة لامار أعلنت إن يوم 8 مارس هو يوم خاص بيها، وتسمى اليوم ده باسم يوم إيفوني ويليامز. إيفوني ما كانتش مصدقة وسعيدة جدا، حياتها كلها اتغيرت في لحظة وموقف بسيط جدا منها. فعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هي قدمت الخير بصفاء نية، ربنا كافئها أضعاف مضاعفة. سبحان الله، قدم خير تلاقي الخير. القصة الخامسة والأخيرة معانا هي قصة الشاب والمربية بتاعته ورد الجميل. راجل فرنسي قرر انه يبدأ رحلة غير عادية عشان يدور على الست اللي كانت بتراعيه وتربيه وهو طفل من 38 سنة. الراجل ده كان زمان عايش في كوت ديفوار اللي هي ساحل العاج مع والده، كان بيشتغل هناك في الوقت ده. كان في مربية طيبة بتربيه وحنينة عليه وهو صغير، كانت دايما شايلاه على ظهرها، كونت علاقة قوية جدا معاه وهو عمره ما نسيها، كان دايما حاسس انها زي ام تانية ليه. ولما والده خرج على المعاش العيلة رجعت فرنسا، ومع الوقت فقدوا الاتصال بالمربية، لكن ذكرياتها وكلماتها الطيبة وتشجيعها ليه فضلت في عقله طول الوقت وما قدرش ينساها أبدا. دلوقتي وهو كبير حس انه لازم يرجع يتواصل مع الست اللي ربته ورعايته زمان بكل حب. سافر من فرنسا لحد ساحل العاج في غرب افريقيا وهو مصمم يدور عليها ويلاقيها، وفعلا قدر يوصل لها. ولما اتقابلوا كانت لحظة مؤثرة جدا واستثنائية، كلها حنين ومشاعر وذكريات ما تتنسيش. اتصوروا مع بعض وعادوا صورة قديمة كانت شايلاه فيها وهو طفل صغير. بس الراجل ده موقفش لحد كده وخلاص، ده بعد المقابلة المؤثرة دي عمل حاجة رائعة جدا، قرر انه يرد لها الجميل وادالها فلوس وعمل لها معاش شهري كمان عشان يتأكد انها تكون مرتاحة ومش ناقصها اي حاجة في سنها الكبير، لانها بالنسبة له كانت شخص مؤثر جدا في حياته وهتفضل محفورة جواه للأبد. بكده يبقى انتهى فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم واستنونا في فيديو جديد. وختاما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ودمتم في أمان الله، مع السلامة.